السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فضاء عزيز الصحراوي في طريقة تحضير الدجاج الخاص بالكسكس بعطرية متناولة وموجودة في كل البيوت. وتيبقى السر ديال البنة والطياب هي طريقة التحضير. تنوضع في إناء كل مقادير: كمون، تحميرة، سكينجبير، خرقوم بلدي، ملح، إبزار، وبصلة محكوكة. بعد ما حكيناها مزيان تنوضعها مع العطرية، قزبور ومعدنوس مقرد مزيان اللي هما مخلطين. وتنضيفو ليهم الماء اللي يخلط لينا العطرية، يعني ما نكتروش الماء. ونحاولوا يعني العطرية توصل يعني كل بلايص ديال الدجاج. وبالنسبة للعطرية يعني على قدر الدجاج، إلا عندك دجاج كتير تدير العطرية كتيرة. كانت الدجاجة وحدها ولا هادي تدير يعني معلقة معلقة راه تتجي كافية. ونحاولوا نوصلوا يعني العطرية لكل كل بلاصة، ما نخل يعني توصل العطرية لكل بلاصة، يعني بين الجلدة واللحم وعلى برا. يعني تا الجلدة تدخلها العطرية، كلشي توصلوا العطرية. بهذه الطريقة راه تعطي واحد البنة زوينة، يعني تعطي البنة للدجاجة، وتتبقى مدة يعني تنوضعها في الثلاجة، يعني على الأقل يعني ساعتين. تنضيفو زيت المائدة، والبصلة، يعني البصلة راه قردناها طريفات صغار باش تسهل لنا في الطياب. والدجاج باش ما بات في الثلاجة راه من الأحسن يبات في الثلاجة باش يسهل في الطياب. وتتبقى حتى ديك العطريات تعطيه واحد البنة، سبحان الله العظيم، شهية بزاف. يعني بهذه الطريقة حاولوا تجربوها. وتنضيفوا الماء المغلي حتى تنغطيو الدجاجة، وتنخليو واحد نص ساعة تقريبا في عافية مهيلة. وتنقيسوه مرة مرة بموس، يعني تيبان لينا بأن راه طايب. وهاد الدجاج طايب تنحيدوه باش نديرو يعني المقادير ديال الكسكسو في ديك البصلة وفي ديك في داك الماء باش يعطي البنة عاوتاني للكسكسو. وهاد الدجاج كاين، ومن بعد عاوتاني الا بغيتي تتحمرو الا كان اختيار. وبهاد الطريقة نتمنىو تجربوها. وهاد الكسكسو ديالنا مرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.